شلام الأخون خزيانا نخبيوه جو نهائي بطولة الأساطير قاشيت تري بي ويسري إشتا أي دورة ديو ضطلا دي بطولة طبعا نظام دي بطولة ويلات إشتا فرق وأعمار دي طبعا لين أعمار سورة بين تلاي خمسة شنة وآت نسيقة يعني تلاقي خمسة تلاقي إشتا هل تقريبا إيتن طالانة خمشي شنة أو يمكن بشرابة من خمشي شنة دون طولة قلت أقلها طبعا بطولة قم أمريلة أساطير لين أعمار ديوتينا جوري بوشن من خزيان الخبيوة شو خزخ نهائي أي بطولة أساطير. مرحبا بكم. هذا اليوم اللي تشوفون به صاير به تجمع للشباب المسيحي اللي نقيم بها بطولة نجمع بها الشباب والكبار بنفس الوقت. احنا كجمعية أرمنية خيرية الأرمنية يعني قدرنا نحتضن هاي البطولة لتصير لمدة 3 سنوات، كل سنة نسوي بها بطولة وبنفس الوقت نحتضن بها فعاليات أخرى نحاول من خلالها نجمع المسيحيين يعني نأسس بهم المبادئ المحبة والتعاون ونقوي العلاقات بين جميع الطوائف المسيحية. واحنا كجمعية خيرية يعني مستعدين يعني من خلال هاي البطولات ومن خلال أي مشاركات أخرى نقدم أي دعم نقدر به نساعد مجتمعنا ونقوي العلاقات بيناتنا. واحنا ايضا اكيد لازم نشكر القناه العراقيه السريانيه اللي قدرت تتواجد بهاي البطوله وتنشر هاي الفعاليات اللي نقوم بها، ونتمنى نجاح للمشاركين والكل. شكرا جزيلا. حقيقه بالبدايه كان تجمع عدد قليل وشويه شويه بدينا سوينا جروب على الواتساب وصرنا ندعي ناس، وشوي شويه صارت الناس تعرف اصدقاء ادمون كابتن ادمون عنده هوايه ناس معارف، واحد صار يجيب الاخر وبلشنا نلتقي هنا بالجمعيه الارمنيه. طبعا نشكره هوايه على هذا التجمع انه احنا هنا كل ثلاثاء الرواد يلتقون بمحبة مع بعض. احنا كتجمع مسيحي يعني هنا للأعمار الكبيرة خاصة نحن الرواد نلتقي مع بعض من أعمار متقاربة، أفكارنا متقاربة، يعني يصير شوي أكو تجانس. فأسبوع ورا أسبوع صارت عندنا يعني صرنا يعني بصراحة من نتجمع خاصة بالأيام اللي يصير بها مطر والكذا والشتاء يعني نفتقد هذا التجمع بشدة. فقمنا نحاول دائما انه نريد يلا نرجع نلعب، يلا نريد نرجع. اي فقمنا نشتاق لبعض انه احنا وصارت بيناتنا علاقة اخوية وصداقة. انا حقيقة عن نفسي هواية من الشباب هنا ما كنت اعرفهم قبل، خلال هاي الكم سنة التقي بهم هنا صار عندي مجموعة خير من الله من الاصدقاء والمعارف، ونتخابر ونتعايد ونطلع مع بعض. فنشكر الله من هذا التجمع الرائع كلش حلو.
وشميلا خزيانا خبيوه افتتاح بطولة وشميلا النشيد الوطني ونهائي أي بطولة أساطير آين بين روادة كرادة وفرسان المجد. خزيانا خبيوه بوشون منن هالنهاية ديا طالتا ونهاية ديا بطولة بوشون منن خزيانا خبيوه خزخ ماني قرمله جو نهاية بطولة الأساطير. بداية باسم اللجنة المنظمة أشكر كل الفرق اللي شاركت وأشكر كل اللاعبين. الغرض من تنظيم البطولة بنسختها الثالثة بطولة الأساطير هي إعادة الذكريات، لأن أغلب الشباب الموجودين لهم ذكريات بالملاعب سابقا. بطولة هي العمر أكبر من 35 سنة. حرصنا دائما على تنظيم البطولة، هي التفاهم بين الشباب وروح المحبة. شكرا للفرق اللي شاركت مرة ثانية، وأقول هارد لك اللي طلعوا، وشكرا اللي تواصل ويانا وساعدنا. شكرا للجمعية الخيرية على إتاحة الملعب، وبالأخير هارد لك للخسران ومبروك للفائز. أما بالنسبة للتجمع الأساطير يوم الثلاثاء، تجمع هو عندنا جروب خاص بينا، تجمع يكون على العدد ونلعب. شلون أقول لك، نعيد الذكريات مرة ثانية ونتواصل ويا بعض على المحبة والبركة. فكرة هي بدأت قبل تقريبا 3 سنوات، على أساس أنه أكو هواي لاعبين، يعني من ضمنهم أني، أنه بدأ العمر بينا يمر، كبرنا، فمشاركاتنا بالبطولات اللي قامت تصير مثلا بطولات كناسة وغيرها شوي بدأت تقل بسبب أنه فرصة الشباب، يعني الأولوية للشباب. فإحنا شنو حتى لا نخسر هذه الفرصة، فصارت هي الفكرة أنه شنو، ليش ما نجمع هالمجموعة الكبيرة من اللاعبين، زين يصير عندنا فرصة أنه نتجمع باستمرار ونلعب سوية. فصارت الفكرة أنه نتجمع. بعدين اختيار الاسم، اختيار الأساطير، يعني عندنا احنا تجمع، عندنا جروب اسمه جروب الأساطير، يعني حتى التسمية مميزة. ليش؟ لأن هو كل واحد بينا هو أسطورة من خلال سنوات اللي قضاها بالمباريات، يعني كلعب، وبنفس الوقت كسنوات قدم بالساحة، وما شاء الله يعني الأسماء والشخصيات معروفين هواية يعني. فهذه هي بدأت الفكرة، فبدينا نتجمع تقريبا بالأسبوع يوم، شوية شوية بدأ العدد يزيد، اكو هواية بدأوا يسمعون ويتشجعون، وبدينا ندعو أشخاص، فصار عندنا عدد كبير. فمنها انطلقت الفكرة، زين بما أنه عندنا صار هذا العدد، ليش ما نسوي بطولة خاصة بينا حتى شنو نستمتع بعد أكثر، ويكون اكو جو تنافسي حلو، ويصير هذا في الترتيب خاص بينا. فمنا أيضا بدأت الفكرة أنه نقيم بطولة، فسميناها على أساس التجمعاتنا هي بطولة الأساطير. فبدينا بطولة الأساطير الأولى كانت 2023، وعلى أساسه استمرنا، حاولنا أنه كل سنة أنه نسوي بطولة خاصة بنا. بس السنة الماضية بسبب ظروف معينة ما قدرنا نلحق نسوي بطولتنا، فهالسنة عوضنا وبدينا بطولتنا الثالثة، وعلامة مثل ما تشوفوها شعار البطولة. وده نحاول أنه إذا يعني يصير فرصة أنه ممكن موضوع يتطور، ممكن يعني نستضيف فرق أكثر ولاعبين أكثر، في سبيل أنه يعني نحافظ على جو البطولة، وبنفس الوقت فرصة للاعبين الكبار بالعمر. يعني احنا بنقول لاعبين الكبار بالعمر يعني من عمر 100 وفوق، يعني القصد يعني من عندي، فحتى يصير عنده فرصة أنه يلعب، أكو إلى مكان يلعب يليق به وباسمه وبتاريخه. فهذه هي الفكرة من بطولة الأساطير وتجمع الأساطير.
وهلا خاتي لم براقت الديا بطولة وبراقت الديا طالتا جو بطولة الأساطير قاشيت تريل بي وإسري إشتا بقرمتة فرسان المجد تريخا رواد الكرادة سرقون يوسف قنيتا عرقيتا سورييتا بغداد.